السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نحضر معكم بريوات بالخضره وصدر ديال الدجاج. عندي هنايا 4 القرعات خضرين صغارين محكوكين، 4 ديال الجزرات محكوكين، وجوج طراوفه ديال صدر ديال الدجاج صغارين متوسطين، وعندي بصله. عندي راه فوق النار، درت عليهم نخلط المكونات. غنضيف عليهم واحد شويه د القزبره مقطع والمعدنوس، واحد جوج فصوص ديال الثومه، واحد الطريف ديال الحامض مصيار اللب ديالو. غنضيف العطريه. عندي هنا معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال الخاقم، نصف معلقه ديال الابزار، ومعلقه صغيره ديال التحميره. غنضيف واحد نصف معلقه ديال الهريسه، وغنضيف غير واحد شويه ديال الملح على حسب ضفت الحامض مصيار. غنضيف واحد الملعقه ديال صلصه الصوجا اختياريه، اللي ما عندوش بلا ما يضيفها. غطي المقله وغنخلي الحشوه طيب. من بعد ما طابت العماره ونشفت الحشوه غنخليها تبرد. خديت جوج طروفه ديال الشعريه ديال الشعريه الصينيه ديال الرز ودرتها في ماء غليان وغنصفيها. غناخذ مقاس وغنقطعها قطعه صغيره. غنضيف عليها الحشوه، غنخلطهم مع بعضهم وغنخليهم يبردوا. بعد ما زدت الشعريه الصينيه فرماج، غنضيف واحد شويه د الفرماج الموتزاريلا والفرماج الاحمر. خلي الفرماج يذوب، غنخليها تبرد. خديت نصف كيلو ديال الورقه وغنقادها وغنقسمها على قسمين. غناخذ مقاس وغنقسمها بهذا الشكل هذا. بعد ما قسمت الورقه، النصف غنديرو في البلاستيكه باش ما تنشفش، والنص غنخدم به. غنغطيه مزيان باش ما يدخلوش الهواء، باش ما ينشفش. ناخذ الورقه بحال الشكل هذا. غندير معكم وحده هذا، ودائما الجهه الحرشه كتكون من الداخل. غناخذ الحشوه، غندير واحد الملعقه هكا كبيره، بغيتهم يجوني عامرين. نحاول نجيب الطرف بحال هذا الشكل. غنجيب الطرف هذا غنزلو بحال هذا الشكل هذا، غنجمع بحال. غنحاول نحصر على الحشوه. غنكمل بهذا الاسلوب. دينا واحد شويه ديال الدقيق مع الماء وغنديرو بحال هذا الشكل هذا، وداك الزوائد غنقشيهم تحت الطرف الاخر بالشكل هذا. عندها الورقه بالزيت، غناخذ حشوه وغنجيب الطرف هذا وغناخذ غندير الطرف هذا ونقلبها بحال هذا الشكل وغنحصر عليها. وغنجمع ضروري غنجمع الحشوه اللي عاد خرج لي. غنكمل غنجيب الطرف هذا وغنديرو على الطرف الاخر،
وغنكمل بهذا الاسلوب. غنجيب العجينه ندهن وغنخشي الزائد اللي بقى لي ديال الورقه. هانتينا كي جات غندهنها بالزيت بحال هذا الشكل، وغندير غنجيب الطرف هذا وغنديرو بحال هكا على الحشوه بحال هذا الشكل. غناخذ العجينه بحال هذا الشكل هذا وغندير على اختها بحال هكا. غنحاول نجمع غير بشويه وغنجمع الاطراف بحال هذا الشكل ونساوي الحشوه، وغنجيب الطرف هذا بهذا الاسلوب وغنديرو بحال هذا الشكل هذا. نزير يدي الا بانت لي الحشوه خارجه غندخلها. غنكمل بهذا الشكل هذا. شو كي جات رائعه. انا درت مكبارين ندهنهم بالزيت وغندخلهم الفران سخون. اللي بغى يدهن بالزبده يدهن، انا دهنتهم غير بالزيت. غندخلهم الفران سخون من التحت من ندخلهم الفران. ها البريوات ديالي من بعد ما طابوا جاو رائعين. شو كي جاو قارمشين.